التأمت اليوم بقصر الحكومة جلسة تشاور جمعت رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة حماد جبالي، وقد تضمنت هذه الجلسة أهم المسائل المتعلقة بالوضع الراهن للبلاد. وأشار السيد حماد جبالي في تصريح إعلامي على أنه لا يزال أمينا عاما لحركة النهضة، مؤكدا أن المنصب يوجد لفائدة البلاد والعمل على تحسين الأوضاع. وفي خصوص مسألة تحسين الثورة، أكد السيد حماد جبالي على أن حركة النهضة عانت كثيرا من الإقصاء، لذلك فموقفه كان واضحا من هذه المسألة. فيما يخص الأمانة العامة هذا يهم الحركة ويهم، ليس هذا موضوع للتداول في الساحة العامة، ولا ما زلت أمين عام لحركة النهضة ويشرفني ذلك. لكن نحب نشير أنه تعودنا في حزب النهضة نحاول يكون المنصب خدمة للصالح، صالح للحزب وصالح البلد، ولذلك أنا لا أرى في التغيير أي مهمة أتحملها، كما كانت لي أيضا في مهمة رئاسة الحكومة. لا هي مأساة وطنية ولا مأساة الحزب ولا لي، فأكون في الأمانة العامة أو لا أكون، المهم أكون في خدمة البلاد وفي خدمة الحزب إن شاء الله. فيما يخص تحسين الثورة الموقف واضح، من استصوره باش نغيره لأنه موقف مبني. عانينا في حركة النهضة وفي أحزاب أخرى من الإقصاء، وخاصة في النهضة، إقصاء من طرف الاستبداد والدكتاتورية تحت تعليلات كثيرة، حزب ديني، حزب عنيف، حزب إرهابي، وهذه التعليلات لا يمكن قبولها. الأصل الحرية، الأصل حرية الممارسة، حرية الرأي، حرية التردد، والأصل أن تكون هذه القضايا محسومة من طرف القضاء والعدالة.